هذه أيضا بعض فضائل سيدنا الحسن بن علي رضوان الله عليه، ومعها طرف من فضائل الحسين رضي الله عنه، لأنه لا يمكن الفصل بين فضائل هذا وفضائل ذاك لوجود الأحاديث الدالة على فضل السبطين مجتمعة. فنقول الحسن بن علي هو سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن ابنته فاطمة الزهراء وريحانته، وأشبه خلق الله به في وجهه. ولد في منتصف رمضان سنة 3 من الهجرة، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه وسماه حسنا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، حتى كان يقبل ذبيبته وهو صغير، وربما مص لسانه واعتنقه وداعبه. وجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد في الصلاة، فركب على ظهره وأقره على ذلك، وأطال السجود من أجله، وصعد معه إلى المنبر. وقد ثبت في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام بينما هو يخطب إذ رأى الحسن والحسين مقبلين، فنزل إليهما فاحتضنهما وأخذهما معه إلى المنبر وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إني رأيت هذين يمشيان ويعثران، فلم أملك أن نزلت إليهما. ثم قال: إنكم لمن روح الله، وإنكم لتبجلون وتحببون. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا بكر صلى بهم العصر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بليال، ثم خرج هو وعلي يمشيان، فرأى الحسن يلعب مع الغلمان، فاحتمله على عنقه وجعل يقول: يا بابي شبه النبي ليس شبيها بعلي. قال: وعلي يضحك. وقال أبو جحيفة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسن بن علي يشبهه. وروي أن السيدة فاطمة الزهراء كانت تنقر للحسن بن علي وتقول: يا بابي شبه النبي ليس شبيها بعلي. وعن أنس قال: كان الحسن بن علي أشبههم وجها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن علي قال: الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس، والحسين أشبه برسول الله ما أسفل من ذلك. وعن أسامة بن زيد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى، ثم يضمنا ويقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وفي رواية: اللهم أحبهما فإني أحبهما. وأخرج البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. وزاد الترمذي فيما أخرجه قال: وأحب من أحبه. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن بن علي: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. وكذلك رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع متكئا على يدي، فطاف فيها، ثم رجع فاحتبى في المسجد وقال: أين لكع؟ ادعوا لي لكع. فجاء الحسن فاشتد حتى وثب في حبوته، فأدخل فمه في فمه، ثم قال: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه 3 مرات. قال أبو هريرة: ما رأيت الحسن إلا فاضت عيني، أو قال دمعت عيني، أو بكيت. وهذا على شرط مسلم ولم يخرجوه. وعن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة، حتى انتهى إلينا. فقال له رجل:
يا رسول الله إنك لتحبهما؟ فقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. أخرجه أحمد بن حنبل. وروى النسائي وأحمد بن حنبل عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فجاء الحسن والحسين فجعل يتوثبان على ظهره إذا سجد، فأراد الناس زجرهما، فلما سلم قال للناس: هذان ابناي، من أحبهما فقد أحبني. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي. وجاء من حديث علي وأبي سعيد وبريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. وعن يعلى بن مرة قال: جاء الحسن والحسين يسعيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أحدهما قبل الآخر، فجعل يده تحت رقبته ثم ضمه إلى إبطه، ثم جاء الآخر فجعل يده إلى الأخرى في رقبته ثم ضمه إلى إبطه، وقبل هذا ثم قبل هذا، ثم قال: اللهم إني أحبهما فأحبهما. ثم قال: أيها الناس، إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة. وأخرج ابن خزيمة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما فأخذهما فوضعهما في حجره على المنبر، ثم قال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين الصبيين فلم أصبر. ثم أخذ في خطبته. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأخرج الترمذي عن أبي الزبير عن جابر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسين والحسن على ظهره، وهو يمشي بهما على 4، فقلت: نعم الحمل حملكما. فقال: ونعم العدلان هما. والحديث على شرط مسلم ولم يخرجوه. وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن على عاتقه، فقال له رجل: يا غلام، نعم المركب ركبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكب هو. أخرجه أبو يعلى. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. وكذلك رواه النسائي وابن ماجه. وقال وكيع عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. وأخرج الإمام أحمد عن عمير بن إسحاق قال: كنت مع الحسن بن علي فلقينا أبو هريرة فقال: أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله يقبل. فقال: بقميصه، أي فكشف قميصه. قال: فقبل سرته. وأخرج الإمام أحمد عن معاوية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمص لسانه، أو قال شفته، يعني الحسن بن علي، وإنه لن يعذب لسان أو شفتان يمصهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيح عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكان الصديق يجله ويعظمه ويكرمه ويحبه ويتفداه، وكذلك عمر بن الخطاب. وكان علي يكرم الحسن إكراما عظيما، يكرم الحسن إكراما زائدا ويعظمه
ويبجله، وقد قال له يوما: يا بني ألا تخطب حتى أسمعك؟ فقال: إني أستحي أن أخطب وأنا أراك. فذهب علي فجلس حيث لا يراه الحسن، ثم قام الحسن في الناس خطيبا وعلي يسمع، فأدى خطبة بليغة فصيحة. فلما انصرف جعل علي يقول: ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. وقد كان ابن عباس يأخذ الركاب للحسن والحسين إذا ركبا، ويرى أن هذا من النعم عليه. وكان إذا طاف بالبيت يكاد الناس يحطمونهما مما يزدحمون عليهما للسلام عليهما، رضي الله عنهما وأرضاهما. وكان ابن الزبير يقول: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن بن علي. وقال غيره: كان الحسن إذا صلى الغداء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس، ويجلس إليه من يجلس من سادات الناس يتحدثون عنده، ثم يقوم فيدخل على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن، وربما أتحفنه، ثم ينصرف إلى منزله. وقد قاسم الله ماله 3 مرات، وخرج من ماله مرتين، وحج 25 مرة ماشية، وإن الجنائب لتقاد بين يديه. وقال الحسن: إني لا أستحي من ربي أن ألقاه ولم أمشي إلى بيته، فمشى 20 مرة إلى المدينة على رجليه. وكان يقرأ في بعض خطبه سورة إبراهيم، وكان يقرأ كل ليلة سورة الكهف قبل أن ينام، يقرأها من لوح كان يدور معه حيث كان من بيوت نسائه، فيقرأه بعدما يدخل في الفراش قبل أن ينام. وقد كان من الكرم على جانب عظيم، وربما أجاز الرجل ب100,000. وقد سمع الحسن رجلا إلى جانبه يدعو الله أن يملكه 10,000 درهم، فقام إلى منزله فبعث بها إليه. وذكروا أن الحسن رأى غلاما أسود يأكل من رغيف لقمة ويطعم كلبا هناك لقمة، فقال له الحسن: ما حملك على هذا؟ فقال: إني أستحي منه أن آكل ولا أطعمه. فقال الحسن: لا تبرح من مكانك حتى يأتيك. فذهب إلى سيده فاشتراه، واشترى الحائط الذي هو فيه فأعتقه وملكه الحائط. فقال الغلام: يا مولاي، قد وهبت الحائط للذي وهبتني له. وقال جويرية ابن أسماء: لما مات الحسن بكى عليه مروان في جنازته، فقال له الحسين: أتبكيه وقد كنت تجرعه ما تجرعه، أي من الأذى؟ فقال: إني كنت أفعل إلى أحلم من هذا، وأشار هو إلى الجبل. وقيل للحسن بن علي: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال الحسن: رحم الله أبا ذر. أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى أن يكون في غير الحالة التي اختار الله له. ولما احتضر الحسن بن علي قال: أخرجوني إلى الصحن أنظر في ملكوت السماوات. فأخرجوا فراشه، فرفع رأسه فنظر فقال: اللهم إني أحتسب نفسي عندك، فإنها أعز الأنفس علي. قال: فكان مما صنع الله له أنه احتسب نفسه عنده. وقال أبو نعيم: لما اشتد بالحسن الوجع جزع، فدخل عليه رجل فقال له: يا أبا محمد، ما هذا الجزع؟ ما هو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم على أبويك علي وفاطمة، وعلى جديك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخديجة، وعلى أعمامك حمزة وجعفر، وعلى أخوالك القاسم والطيب ومطهر وإبراهيم، وعلى خالاتك رقية وأم كلثوم وزينب. قال: فسري عنه. وفي رواية أن القائل له ذلك الحسين،
وأن الحسن قال له: يا أخي، إني أدخل في أمر من أمر الله لم أدخل في مثله، وأرى خلقا من خلق الله لم أرى مثله قط. قال: فبكى الحسين رضي الله عنهما. ولما مات الحسن دفنه أخوه الحسين قريبا من قبر أمه بالبقيع. وأخرج محمد بن إسحاق أن أبا هريرة قام على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات الحسن بن علي وهو ينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس، مات اليوم حب رسول الله فابكوا. وقد اجتمع الناس لجنازته حتى ما كان البقيع يسع أحدا من الزحام، وقد بكاه الرجال والنساء 7، واستمر نساء بني هاشم ينحن عليه شهرا، وحدت نساء بني هاشم عليه سنة.